الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على قناة الكورة مع تريكا. فضلا وليس أمرا نعمل لايك وصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أحمد حسام ميدو ساب نادي الزمالك بعد ما خربها. أحمد حسام ميدو كان هو سبب رئيسي في رحيل زيزو من نادي الزمالك. أحمد حسام ميدو بتاع الشيكات المفتوحة طلعت الشيكات فاضية مش موجودة، ما فيهاش جنيه. لما تيجي بقى تتكلم كلام للجمهور يبقى فاهمه ويبقى مقتنع بيه. عشان انت مش بتحب نادي الزمالك او انت سبت نادي الزمالك بالليل الساعه 6 الصبح كنت راجع القناه تاني بتاعت المحور بتاعت برنامج اوضه اللبس. يعني انت لو راجل بايع على نادي الزمالك انت تمشي تفكر وتخدم في نادي الزمالك، لكن انت فكرت في شغلك وفي مصلحتك اول حاجه. هو ده الكلام اللي احنا كنا بنقوله من زمان. ونادي الزمالك حصل على الاستغناء الرسمي بتاع احمد شريف مهاجم فاركو. نادي الزمالك بيدعم بصفقات قويه جدا جدا جدا، وانتصروا المزيد لجماهير نادي الزمالك. نادي الزمالك هيعمل فريق مرعب. نادي الزمالك مع جون ادوار، كل جماهير نادي الزمالك يعني متعشمه في الراجل ده. ان الراجل ده زي ما قلت لكم اول ما استلم كان ميدو في لجنه التخطيط. الراجل قال لهم كده، الراجل قال لهم انا عايز اشتغل لوحدي. الراجل قال لهم انا عايز اشتغل بالسكاوتنج بتاعي، بالتيم بتاعنا، عشان اعرف احقق المطلوب مني، عشان لما تيجوا اخر الموسم تحاسبوني تلاقوني انا راجل شغال. وهو ده الصح، وهو ده الراجل اللي هينجح في نادي الزمالك وهيوقف الزمالك على رجله. انتظروا جون ادوار مع نادي الزمالك.